ده احلى سندوتش كبده اسكندراني ممكن تاكله في الزمالك، فاعملوا سيف للفيديو ده عشان النهارده هعرفكم على واحد من الاماكن القليله اللي بتعمل كبده وسجق حلوين في الزمالك، وبالتحديد في شارع 26 يوليو جنب الابوار على طول هتلاقي لحم وفحم. مكان صغير عنده صاله في الدور التاني. طلبنا اكبر بوكس عندهم فيه المنيو كله تقريبا. المنيو بتاعهم مش كبير، هم بيعملوا كبده وسجق وكفته على الفحم وحواوشي وفراخ شيش. بينزل لك مع البوكس ده باكت بطاطس ويدجز وازازه ويسكي، والعيش هم اللي بيخبزوه بنفسهم، فهتاكل احلى سندوتش كبده اسكندراني. كان ناقصه بس نص ليمونه معاه، بس الطحينه مش هتقول لا. يجي بعده على طول السجق، بيكون متشوح مع طماطم وفلفل وعليه شويه بهارات، والسجق بيكون صوابع وطعمه حلو قوي. نفصل بقى بشويه ويسكي عشان اقول لكم على اكتر حاجه عجبتنا في المشويات. سندوتش الشيش كان حلو قوي، تتبيله قويه مع شوي مظبوط والفراخ طريه واخده من تحت خيار مخلل. السندوتش ده عظيم. يجي بعده سندوتش الكفته، بيكون فيه صباعين حجمهم كويس وعليه بقدونس وبصل، وتزود انت الطحينه هتتبسط منه. واخر حاجه في البوكس ده كانت الحواوشي. العيش مليان وتتبيله اللحمه وطعمها حلوين قوي. يمكن مش اجمد حواوشي ممكن تاكله بس هيعجبك. تختم بقى الطلعه دي بالسكالانس، حلاوه قشطه او حلاوه مربى قشطه، الاتنين احلى من بعض. انتوا بقى بتحبوا تاكلوا كبده سجق منين؟